أنا يعني الفكرة هذه يعني أوحتني فكرة مغايرة تماما، إني أنا أعمل مجموعة قصصية أشتغل على ثيمة واحدة اللي هي قضية الرحل والميلاد، بس بمراياها المختلفة وصورها. كان في شيء ميزك أنت أيضا على زكريا تامر، اللي هو أنت تعمقك في الرموز اللي هو لفت انتباهي، وإن كان طبعا كنت لاحظت في احترامك لكل شرائح القراء يعني بكل مستوياتهم الثقافية والفكرية، يعني كانت رموز بسيطة. بس شو سر الاهتمام بالرموز في هذه المجموعة؟ هو أغلب مجموعاتك تهتم فيها أنت بالرموز، بس في هذه المجموعة كان واضح يعني. لا يعني كانت بلغة مبسطة، ما كانت. ما هو يعتمد على حسب طبيعة القصة والموضوع. هو يعني أنا يمكن كثير أميل لقضية الإيحاء أكثر من قضية البحث المباشر. أنا يمكن الأكثر اهتماما من هذه قضية الاهتمام بالبيئة القطرية نفسها. يعني يمكن القصص التي أكتبها يعني خاصة في الرقص أو في الرحل أو حتى المجموعة الآن إن شاء الله التي راح توزع في خلال السنة هذه العام الجاري، إني أهتم كثير أن أنطلق من خلال البيئة القطرية. فبالتالي الموروث الثقافي القطري حاضر يعني في قصص الشخصية القطرية، الثقافة القطرية، التراث الشعبي، الموروث الشعبي نفسه، كلها هذه حاضرة في المجامع القصصية. وأنا أعتقد أن هذه يمكن ساهمت كثير في قضية تقبل الآخر لما أكتب. بالتحديد قبول القطري بالدرجة الأولى؟ لا، مش القطري، الغير قطري. لأن الغير قطري عندما أنت تكتبين أعمال يعني يعني بياض، بالتالي لا يكون في فرق بينك وبين غيرك، لكن اللي يميز الكاتب عن الآخر هو أن يعني يقدم شخصيته هو من خلال ما يكتب. هذه الفكرة طبعا هي فكرة طبعا أنا استوحيتها أول مرة يعني يمكن في العشرينات من خلال قراءة روايات نجيب محفوظ. أنا دائما نجيب محفوظ وجدت أنه دائما الشخصية المصرية موجودة. وبعدين لاحظت شغلة مهمة، أن معظم اللي حصلوا على جائزة نوبل يعني مثل ماركيز، مثل باولو كويلو، مثل أي واحد، دائما تجدين بيئته حاضرة وشخصيته حاضرة، شخصيته الثقافية الإنسانية. فأنا بديت يعني أمشي بنفس التقليد في البداية، وبعدين بدأت لي عملية الاستقلالية، وبالتالي أنا بديت أنطلق من البيئة القطرية. يعني أنا أستطيع اليوم أقول عن ثقة تامة أن أنا حتى لو حذفت الاسم ومكان طباعة المجموعة، أي قارئ يطلع على أي مجموعة من المجامع يعرف أن هذه المجموعة صدرت من قطر، من خلال الأسماء، من خلال حتى مفردة الكلمة، أحيانا بعض الكلمات أو اللهجات المحلية، حتى من بعض خلال الطقوس الاجتماعية، العادات وكذا، كلها حاضرة من خلال موضوعات إنسانية عامة لا تمت. هل تعتبر نفسك ساهمت بهذه الطريقة في إبراز بعض أوجه الموروث القطري اللي يعتبر مجهول عند الآخر ربما؟ أنا أعتقد أن الموروث القطري لم يستفد منه بشكل جيد وما زال يعني. هذا سر تركيزك عليه؟ نعم، ويعني أنا حتى قضية الآن الرواية اللي شغال عليها أيضا شغالة بنفس النمطية، وبالعكس يعني يمكن اليوم يعني بعد هذا العمر وبعد يمكن أكثر من 20 سنة يعني قراءة كتابة، أنا أعتقد أن يعني عشان أن أنا أستطيع أن أصل للآخر أستطيع أن أصل من خلال البوابة القطرية. سيد جمال، شو سر الحزن اللي موجود في المجموعة؟ في حزن وإن كان له علاقة بالماضي، يعني هل هو مرتبط بشيء ما في ذاكرتك يعني يخليك تركز عليه؟ ما أدري، بس هي الحقيقة يعني يقولون أن الكاتب مرآة مجتمع. أنا يعني يمكن نوعية اللي ما أكتبه هي يعني كتابات مجتمعية. أنا يعني لا يشاغلني كثير الأمور الأخرى. فمثل ما تعرفون المجتمعات الخليجية حصل فيها تغير سريع جدا. يمكن احنا بعض التغيرات اللي حصلت حتى مش قادرين نستوعبها، بعضها مش قادر يصدق انه صار عندنا يعني. هذه التغيرات صاير معها بعض يعني او افرزت بعض الامور اللي ممكن مستقبلا كلها اثار سلبيه مثلا. يعني ليس بالضروره، لكن لن تحافظ على هويه المجتمع وشخصيته واستقلاليته. ممكن مو بالضرورة يكون سلبية، لكن ممكن تظهر لنا شخصية مجتمع آخر مغاير لما هو مألوف اليوم. تتوقع أنه يعني المجتمع القطري دون على المجتمعات الأخرى حيحافظ على بصمته في ظل هذه التغيرات اللي قاعدة تصير؟ لا، لا نستطيع. يعني لا تكون إفرازات طبيعية؟ شيء طبيعي، لأن اليوم احنا المجتمع أصبحنا نعيش في يعني أصغر من غرفة، وحتى لو حاولنا لن ننجح. يعني أنا أعتقد اليوم العالم أصبح
يعني متداخل كثير، ليس بالضروره ان يوجد الشخص الاخر، لكن من خلال الفضائيات، من خلال الانترنت، من خلال وسائل المواصلات، من خلال تقنيه الاتصالات، المجتمع اصبح يتداخل. انا لا استطيع ان ارفض الاخر، لكن في نفس الوقت لا يمكن اني انا يعني من وجهه نظري المتواضعه اني انا اقبل اني انا يعني اذوب مع الاخر. يعني من مؤشرات نجاح المجموعة القصصية اللي هي الرحيل والميلاد أنه أخذوا أعتقد واحدة من مسرحياتها تم تركيزها في أحد المناهج أعتقد المدرسية، ومنهج الصف التاسع تقريبا في اللغة العربية. شو يعطيك هذا من شعور، يعني أنه واحدة من الأعمال اللي أنت اشتغلت عليها هي جزء من المنهج اللي حيتعلم الطالب، يعني والله أنا أقول جزء في المدارس ويعني تدرس كمنهج مقرر. نعم.